اللي قدامك ده ابو الكباتن فخر العرب، افضل لاعب في تاريخ الكره المصريه بدون اي منازع. عمل تاريخ ما فيش عقل يستوعب ان ممكن لاعب يجي بعده لاعب مصري يحطم الارقام اللي هو عملها. اصلا الارقام اللي عملها صعب على اي لعيب في العالم، مش بس لاعب مصري. محمد صلاح ده فخر لكل المصريين في المجال الكروي. هو اللي حط اسم الكره المصريه في الخريطه العالميه. لولا محمد صلاح ما كانش حد هيعرف عننا اي حاجه اصلا. محمد صلاح عمل حاله باسم مصر، وعمل حالة للكرة المصرية بكل معنى الكلمة. من غير محمد صلاح احنا كنا بنتفرج كده على اي لاعب يحترف بره، اللي هو احنا بس مجرد ما كنا بنشوفه بيسخن على دكة البدلاء كنا بنعمل فرح. ولكن في اجيال جديدة هي اصلا بدأت تتفرج على محمد صلاح بعد اول او تاني او تالت موسم ليه مع ليفربول، فما شافوش الكلام ده زمان، فشايفين ان ده العادي او الكلام ده ممكن يتكرر تاني. بعض المصريين عندهم حتة كده من جواهم، يعني بيعشقوا الدنيا. يعني الواحد ما بيحبش يقول كده بس للاسف دي حقيقة. محمد صلاح حصل خلاف بينه وبين ارن سلوت مدرب بتاع ليفربول، والمدرب يعني حسسه بسوء تقدير، او المدرب حسسه يعني بقله احترام. فمحمد صلاح طبعا متضايق، فغير صوره البروفايل بتاعه. فطبعا كل الناس بتتكلم. مين بقى اللي بيهاجم وبيقطع فيه؟ يعني العالم كله بيشيد بيه، صفحه البريمير ليج بنفسها بتنزل له بوست وبتنزل له فيديو بتدعمه. ولكن اللي بيقطعوا فيه هم المصريين نفسهم. عايزك تتخيل معايا ان بعض المصريين جزء كبير جدا شمتان فيه وفرحان في اللي حصل له، وان هو مستواه وقع الفتره الاخيره. عايزك تتخيل معايا ان الغرب بيقولوا عليه اسطوره، وان ما كانش ينفع يتم التعامل معاه بالشكل ده، وان الغرب بيدعموه وبيساندوه، وانت كمصري بتقلل منه. عايزك بس تتخيل وتشوف اي لاعب عربي اذا كان مغربي او اذا كان جزائري، وشوف هناك الشعوب دي بتعمل ايه مع اللعيبه بتاعتها، وازاي بتنجمه، وازاي بتقف معاه دايما في الصح والغلط. ولكن احنا عندنا في مصر، لان انا بصراحه بشوف دي حاجه غريبه جدا، الشعب المصري بقى عليه شويه حاجات وشويه تدخلات وشويه انتقادات وشويه كده، يعني مش عارف الواحد في كلام ما ينفعش يتقال. انت بس قيسها على مستواك الشخصي هتحس ان الناس بتتدخل في حياتك بشكل يعني مبالغ فيه. فتخيل بصراحه محمد صلاح اصلا الناس حرفيا يعني وصلوه لمرحله انه ما بقاش مهتم ليهم بسبب العقليات بتاعتهم. انا بصراحه مستغرب اسطوره زي محمد صلاح وبتاريخه الكبير جدا يتم التعامل معاه بالشكل ده من اهل بلده، والغريب هو اللي بيدعمه وهو اللي مقدر قيمته وهو اللي مقدر تاريخه في كره القدم. والله حاجه تحزن بصراحه.